من كيلو دقيق بس وحبة الملبن اللي احنا عاملينها في بيتنا في مطبخنا، مش مكلفين اي حاجة ما شاء الله عليها، يعني ما يعادل 3 كيلو منين. حبايبي الحلوين السلام عليكم، ورجعت لكم تاني في فيديو جديد من مطبخ ماما الاقتصادي. ان شاء الله يا حبايبي النهارده هنعمل مع بعض منين بالملبن. منين بالملبن حلو يا حبايبي في الشتاء ده، مع كوبايه شاي مع كوبايه حليب، ما شاء الله عليه حلو خالص، الكبار بيحبوه الصغار بيحبوه. تعالوا نشوف مقاديره يا حبايبي ونعمله مع بعض كده. ايه معايا؟ اول حاجه يا حبايبي هنا كيلو دقيق نخليه طبعا. معايا هنا معلقتين خميره فوريه او بيره ماشي تنفع، نص معلقه ملح صغيره، معلقتين سكر. معايا كمان يا حبايبي هنا سمسم للتزيين. معايا كوبايه ونص سمنه وزيت، كوبايه سمنه ونص كوبايه زيت، لو حابه تحط سمنه بس حط الكوبايه ونص سمنه عادي. معايا كوبايه حليب دافي. معايا كوبايه ميه، ممكن ما اخدش كوبايه الميه كلها يا حبايبي، ممكن اخد نصها وممكن اخد الكوبايه كلها على حسب نوع الدقيق بتاعي. معايا هنا ملبن ده يا حبايبي احنا عاملينه على القناه مع بعض، اللي ما شافوش ينزل يشوف على القناه. تعالوا نشوف يا حبايبي هنمشي مع بعض خطوه بخطوه ونعمل ايه. بسم الله. نشيل السمسم دلوقتي ونشيل كمان الملبن. بسم الله. هضيف يا حبايبي الملح مع السكر مع الخميره في الدقيق. بسم الله. اقلبهم كده كويس مع بعض. على فكره يا حبايبي ممكن تحطوا بيضه او 2 وتضيفوا فانيليا، بس هو مش محتاج يعني، لكن احنا يعني زياده تحفيز للطعم وقيمه غذائيه عاليه. بس طالما في عندنا حليب خلاص. وعلى فكره ممكن برضه نستغنى عن الحليب لو مفيش حليب ونحط ميه بس. بسم الله. هضيف الزيت يا حبايبي اهوت والسمن. بسم الله الرحمن الرحيم. السمن دافي يا حبايبي شويه، مش ساقع يعني ولا حاجه. هقلب يا حبايبي في الدقيق بالسمنه والزيت لغايه ما يختفي السمنه معايا، يبقى عامل ايه الدقيق كده مفرول كده معايا. بسم الله. هبس الدقيق بالسمنه يا حبايبي وارجع معاكم نعجن بالميه واللبن. خلاص يا حبايبي بسيت الدقيق بالسمنه والزيت اهو، لما بقى عامل ايه مفرول كده، فرول عامل زي حبيبات الرمل، ما فيهوش سمنه ولا زيت ظاهر فيه خالص، الشرب يعني ببعضه كده. هبدا اضيف اللبن يا حبايبي، هضيف كوبايه اللبن كلها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الميه هضيفها شويه شويه، مش كل الميه هضيفها مره واحده. طبعا انا هبدا اعجن بايدي يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. نضيف حبه ميه، حبه حبه كده. الميه دافيه يا حبايبي مش ساقعه، واللبن برده كان دافي. هخلص العجينه يا حبايبي معاكم عشان ما اطولش عليكم وقت الفيديو، وهرجع معاكم واقول لكم خدت ميه قد ايه وفضل في الكوبايه ميه قد ايه. خلاص يا حبايبي العجينه اتلمت معايا، هبقت ما شاء الله. عجنت فيها حوالي 5 دقايق يا حبايبي كده. وانا خدت كوبايه الميه يا حبايبي كلها وكوبايه الحليب كلها، يعني برضه انا قلت لكم الميه بنظام حبه حبه على اساس فرق الدقيق. ممكن دقيق ياخد ميه كتير ودقيق ما ياخدش ميه كتير، امتص السيوله ودقيق لا. كده هبقت تمام. لو حابين يا حبايبي عندكم وقت وحابين تسيبوها تخمر شويه سيبوها، بعد كده شكلوها براحتكم. مفيش وقت هنقطع، واحنا كده كده هنسيبها يخمر في الصواني بعد التقطيع والتشكيل. دلوقتي يا حبايبي خلاص العجينه بتاعتي بقت تمام. هجيب رشه دقيق خفيفه واجيب النشابه ونيجي نقطع مع بعضينا ونشكل العجينه بتاعتنا. تعالوا يا حبايبي نشكل العجينه كده. هناخد حته كده منها. بسم الله الرحمن الرحيم. انا زي ما قلت لكم يا حبايبي انا مش هخمر العجينه بتاعتي، انتوا لو حابين تخمروها سيبوها تخمر براحتكم، لكن انا هخمرها بعد التشكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا حبه دقيق كده ارش على الرخام يا حبايبي كده حبه بسيطه، وهبدا افردها. هفرد كده يا حبايبي يعني مقدار ايه، مقدار تبقى نص سنتي كده العجينه بتاعتي. بسم الله. خلاص يا حبايبي ده السمك بتاع العجينه بتاعتي اهو. انا معايا صينيه يا حبايبي هنا، صينيه الومنيوم، مش هدهن اي حاجه ولا احط حاجه فيها، صينيه مدوره، صينيه طوليه، اي صينيه عندك. ده الملبن بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد الملبن يا حبايبي احطه كده بالشكل ده كده. هبدا ابرم كده عليها، اقفلها على الملبن بتاعنا كده كويس بالشكل ده كده. هبدا اقطع كده يا حبايبي. اهم حاجه يا حبايبي نقفل الجانب بتاعها كده كويس بالشكل ده كده، علشان المنين بتاعنا ما يفكش مننا في الفرن.
زي ما تحب التقطيع يا حبايبي كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بالشكل ده كده. بصوا يا حبايبي الملبن جواه عامله ازاي. دلوقتي يا حبايبي هجيب حبه ميه بسيطه خالص وهاتهن ده كده. بصوا يا حبايبي الميه كده اهو بسيطه خالص كده، بحيث ان انا بس يمسك السمسم معايا كده فيها بالشكل ده كده كده اهو. هرص في الصينيه بتاعتي هنا نفس الحكايه. بسم الله. وممكن حليب يا حبايبي على فكره، لبن بس يعني بالشكل ده كده. ونرص المنين بتاعنا في الصينيه كده. بسم الله بالشكل ده يا حبايبي كده. هخلص باقي الكميه يا حبايبي اللي معايا بالشكل ده والنظام ده كده، وهرجع معاكم تاني نسويها مع بعض. وانا كده يا حبايبي خلصت الصينيه اهو، تشكيل وتزويق بالسمسم اهو زي ما قلت لكم ووريتكم. دلوقتي يا حبايبي انا مولع الفرن بقاله 3 دقايق، يعني الفرن يا دوب سخن درجه حراره 180 او حراره عاليه لو ما عندكش ارقام في الفرن. هدخل الصينيه يا حبايبي في الفرن دلوقتي. اول ما هتحمر من تحت اروح مولع عليها الشوايه تاخد اللون الذهبي الجميل بتاعنا ده اللي احنا كلنا عارفينه. ونطلع المنين يا حبايبي نقدم مع بعض، ولسه في صواني تاني وتاني هقدم كل المنين اللي عملناه مع بعضينا، واقول لكم كام صباع من كيلو دقيق يا حبايبي عملناه مع بعض ان شاء الله. خلاص يا حبايبي عملنا 3 صواني ما شاء الله من كيلو دقيقه اهوت. دلوقتي سويته كله يا حبايبي وطلعته من الفرن بس لسه سخن شويه. اول ما هيبرد يا حبايبي هقدم معاكم، بس ما تنسوش يا حبايبي تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه عشان ان شاء الله يا حبايبي يوصلكم منه كل جديد مع احلى منين يا حبايبي. الملبن في مطبخنا والمنين في مطبخنا، ولا اشترينا ولا كلفنا، ما شاء الله كل حاجتنا اقتصاديه ورخيصه على قد ايدينا ما شاء الله. هيبرد يا حبايبي وهقدم معاكم دلوقتي المنين بتاعنا واقول لكم عملنا كام صباع مع بعضينا. ده الشكل النهائي يا حبايبي اهو. 63 صباع يا حبايبي منين عاملينهم من كيلو دقيق بس، وحبه الملبن اللي احنا عاملينها في بيتنا في مطبخنا مش مكلفين اي حاجه ما شاء الله عليها، يعني ما يعادل 3 كيلو منين. شوفوا سعر المنين يا حبايبي الكيلو بكام. وفروا يلا في مطبخنا يا حبايبي واعملوا احلى منين لعيالنا، وبالف هنا وشفا لكل حبايبي يا رب.